فيلمنا النهاردة بيبدأ في قرية يابانية قديمة اسمها كاكاموتشو، واللي بنعرف إن القرية دي للقطط وبس، وعايشين فيها في أمان وسلام. ولكن فجأة بيهجم عليها مجموعة من محاربي النينجا. بعدها بنشوف 3 قطط صغيرين واقفين عند مدخل القرية، ولما بيحسوا بخطر جاي عليهم بتجري بنت عمدة القرية بسرعة، وبنعرف بعد كده إن اسمها إيميكو، وبتبعت صديقتها عشان تحذر سكان القرية من الهجوم النينجا. وساعتها بيحصل ذعر وخوف شديد بين السكان. لما بتوصل لبيت معين بيظهر قط ضخم لابس زي الساموراي. بنعرف وقتها إنه مقاتل الساموراي المسؤول عن حماية القرية من الخطر، وبيظهر إنه قوي وشجاع، وبيخرج وسط احتفال كبير من أهل القرية عشان يتصدى للهجوم. ولما بيشوف المحاربين بيقربوا من القرية وإن عددهم كتير جدا بيظهر عليه الرعب الشديد، وفجأة بيهرب بسرعة ويجري ويسيب أهل القرية لمصيرهم. في الوقت ده كل القطط بيتصدموا جدا من اللي حصل وبيجروا ويهربوا، وبعدها المحاربين بيدمروا كل حاجة في طريقهم وبتحصل فوضى كبيرة. وبعدها بنشوف عمدة القرية وهو عامل اجتماع بأهل القرية ويعرفوا منهم محتاجين ساموراي قوي عشان يقدر يحميهم، وده بعد هروب ساموراي القرية. وبعد شوية بنشوف قط نحيف وطويل مغرور عينيه بتلمع شر اسمه إيكوتونا داخل القصر بتاعه، وبنعرف إنه عايز يوسع حدود مدينته عشان يبني منتجعات وبلات فخرة ومجمعات تجارية يعمل منها فلوس كتير. ولكن قرية كاكاموتشو بتكون عقبة قدامه، وعشان يعمل كده لازم يطرد كل أهلها ويهدم كل البيوت اللي فيها. وقتها بيفكر إيكوتونا إنه يعين قط ضعيف في منصب الساموراي لقرية كاكاموتشو ويكون تابع ليه فيقدر يدمر القرية بسهولة. ولما الملك بيتصل بيه عشان يعين ساموراي جديد لكاكاموتشو، ساعتها إيكوتونا بيفضل يفكر في اختيار محارب ضعيف. وبنشوف بعدها الحراس وهم رايحين يفتحوا زنزانة واللي بيكون فيها كلب ضعيف مقيود بسلاسل. بنعرف بعدها إن اسمه هانك وإنه هيتنفذ فيه حكم الإعدام، وفعلا بياخدوا الحراس عشان ينفذوا فيه الحكم، لكنه بيستغل لحظة انشغالهم مع إيكوتونا اللي بيكون واقف في الشرفة، وبيحفر هانك حفرة ويهرب بسرعة منهم. وبعد مطاردة طويلة بيقدر يدخل لمكان معين ويقفل الباب، لكنه بيكتشف إنه دخل لنفس الزنزانة اللي كان محبوس فيها. وبنرجع تاني لإيكوتونا هو بيدور بعينيه على الضحية المثالية، وفي اللحظة دي بتقع عينه على هانك واللي بيكون مرعوب جدا قبل تنفيذ الحكم عليه. وعلى آخر لحظة بينادي إيكوتونا على الحراس ويمنعهم من تنفيذ الحكم على هانك، فبيتصدم هانك من اللي حصل وبتراين مش مصدق. وقتها بيتظاهر إيكوتونا بالاحترام لهانك ويركبه على الحصان ويقوله إنه اختاروا يكون الساموراي العظيم لقرية كاكاموتشو، ولأن هانك كان دايما بيحلم إنه يبقى محارب ساموراي عظيم زي الأبطال في القصص اللي كان بيسمعها، فبيندهش من اللي حصل وبيوافق. وساعتها إيكوتونا بيضرب الحصان اللي بينطلق بسرعة وهو عارف طريقه لكاكاموتشو. وبنرجع بعدها لقرية كاكاموتشو واللي بيقيموا احتفال كبير لاستقبال الساموراي الجديد. وبنشوف إيميكو وهي بتراقب الطريق من مكان عالي، ولما بتعرف إن الساموراي الجديد كلب بتتصدم جدا وتعرف أهل القرية كلهم إن الساموراي كلب، فبيتصدم الجميع ويتوقف الاحتفال ويستعدوا للقضاء عليه فورا، وده لأنه ممنوع دخول الكلاب للقرية. وبمجرد ما يوصل هانك للقرية بيترعب من المشهد. وقتها الحصان بيسيب هانك ويهرب بسرعة، ويفضل أهل القرية يطاردوا هانك لحد ما بيقدروا يمسكوه. ولما بيقول لهم إنه الساموراي الجديد بيسخروا منه، وقبل ما قط معين خلاص هيقضي عليه بتظهر إيميكو في آخر لحظة ومعاها وثيقة بتأكد إن هانك هو الساموراي الجديد. وقتها بيتصدم الجميع وبيسيبوه ويمشوا، لكن إيميكو بتكون مختلفة عن كل القطط في القرية وعندها نظرة متفتحة وقلب طيب. هي أول واحدة بتشوف هانك مش كلب دخيل، لكن على إنه حد ممكن يتغير ويبقى بطل، وبدون ما يعرفها بتكون بدأت تؤمن فيه من أول نظرة. وبنروح بعدها لهانك لما بيوصل لبيت الساموراي، وساعتها بينبهر هانك لما بيشوف الزي الخاص بالساموراي، وبيفضل يسرح بخياله ويحلم إنه يبقى ساموراي عظيم. وفي اللحظة دي بيظهر قط ضخم وتخين وواضح إنه محبط اسمه جيمبو. بنعرف بعدها إنه ساموراي معتزل واللي بيسخر من هانك بمجرد ما يشوفه ويقوله إن الساموراي بيكون قط مش كلب. وقتها هانك بيحاول يقنعه إنه مستعد يكون ساموراي ويطلب من جيمبو إنه يساعده، لكن جيمبو بيرفض وقتها إنه يساعده. وبعد إلحاح من هانك بيوافق جيمبو أخيراً إنه يدربه. وبعدها بنشوف هانك وجيمبو في معسكر تدريب جد واللي بيكون صعب،
وبيفشل هانك في البداية. وفي واحدة من الليالي بنشوف جيمبو هو قاعد مع هانك وبيستعرض بعض مهاراته في عمل البيتزا، ولما هانك بيقوله أنت ليه دايما محبط وسلبي كده؟ ساعتها بيتضايق جيمبو جدا ويحكي له عن تجربة قاسية مر بيها، وإنه كان دايما بيشك في كل القطط حواليه، حتى إنه ضرب كل أصدقائه لمجرد إنهم كانوا محضرين له مفاجأة في عيد ميلاده من غير ما يعرف، وافتكر إن ده فخ. وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر، ولما بيحاول جيمبو يشرب شراب معين بيمنعه هانك ويصحي ضميره. ساعتها جيمبو بيفتح كتاب فنون القتال ويبدأ تدريب لهانك، ويركز على مهارات الكلاب زي حاسة الشم والمراوغة والحفر. مع الإصرار بيتعلم هانك فنون القتال وأساليبه. وقتها بيكون جيمبو فخور بيه جدا. وبنرجع تاني لقرية كاكاموتشو، ووقتها بنشوف قط ضخم جدا اسمه سومو، واللي بمجرد ما يوصل للقرية الأرض كلها بتهتز بقوة وبتخاف منه كل القطط. بنلاحظ إنه راكب على ظهر خنزير، وكل اللي يشوفه بيترعب منه ويهرب. وقتها بتجري إيميكو بسرعة لهانك وتقوله إن سومو وصل للقرية وبيدمر كل حاجة. ولما بيتحمس هانك للقتال ويطلع السيف بيوقفه جيمبو ويقوله إنه ما ينفعش يستخدم العنف مع سومو. ساعتها بتتعصب إيميكو جدا من موقف هانك السلبي وتاخد السيف هي وصديقاتها عشان تواجه سومو. وبنرجع تاني لسومو اللي بنشوفه بيكسر كل حاجة ويضرب القطط بعنف شديد، وبتظهر إيميكو هي ماسكة السيف وتضرب سومو بيه، فبيتعصب ويمسكها ويرميها بعيد بتضربه على وشه. وفي الوقت ده بيوصل هانك للمكان ويمسك إيميكو ويديها لأمها. وبعدها بتحصل مواجهة بين هانك وسومو واللي بتكون غير متكافئة خالص، وبيفضل سومو يضرب هانك بعنف شديد. وبيجي جيمبو ويشجع هانك ويقوله إن ده اختبار حقيقي، وبيفكروا بكل مرة ينضرب فيها بقاعدة من قواعد القتال. ولما بيلاحظ جيمبو إن سومو عنده حساسية من الفول الأخضر بيساعد هانك ويخبط طبق الفول اللي بيطير ويدخل الفول في بق سومو اللي بيتخنق، فيستغل هانك الفرصة ويضرب سومو واللي بيقع على الأرض. فبينبهر الجميع من اللي حصل ويحيوا هانك على شجاعته. وبعدها بتنشأ صداقة بين سومو وهانك، وبنشوف سومو قد إيه هو طيب ولطيف، وبنشوف هانك وسومو إيميكو وهم في المتنزه وقد إيه هم مستمتعين بيومهم. لكن بيظهر جيمبو وقتها ويحذر هانك ويقوله إن الساموراي لازم يكون دايما مستعد لأي هجوم، ويديله السيف وبيسيبه يمشي. وساعتها بتظهر عربية شكلها غريب ويطلع منها أكتونة ويبدأ ينفذ خطته ويقول للهانك إنه عامل حفلة كبيرة في القصر بتاعه عشانه، فيفرح هانك جدا ويوافق. ولما بيعرف جيمبو إن هانك رايح حفلة في قصر إكتونة بيمنعه ويقول له أكتونة قط شرير ومش كويس. لكن هانك ما بيهتمش بكلام جيمبو ويقول له دي مجرد حفلة وبيسيبه ويمشي. وبنروح بعدها لقصر إيكوتونا اللي بيكون فيه حفلة كبيرة جدا فيها أغاني وموسيقى وأضواء مبهرة. ولما بيوصل هانك للمكان بنشوف طابور كبير من المعجبين بهانك وبيطلبوا منه يتصوروا معاه ويوقع لهم أوتوغراف. ساعتها هانك بيكون سعيد جدا ومنبهر باللي بيحصل، واللي بنعرف بعدها إنه كل ده مجرد تمثيل وإنه كل اللي موجودين مأجورين. وفي الوقت ده وأثناء انشغال هانك في الحفلة بيحصل هجوم كبير على قرية كاكاموتشو من مجموعة من اللصوص اللي بعتهم إيكوتونا عشان يدمروا القرية. ولما بيرجع هانك من الحفلة بيتصدم جدا لما بيشوف كل البيوت مدمرة، وبيجري لجيمبو واللي بيقوله إنه حذره وإنه هو السبب في كل اللي حصل للقرية، وبيسيبوه ويرحل. وبعدها بيسخر كل سكان القرية من هانك ويقولوا له أنت تخليت عنا. حتى إيميكو بتقول له أمي كانت محقة وإن الكلب ما ينفعش يبقى ساموراي. في اللحظة دي بيحس هانك بالفشل الشديد وبيخرج من القرية وقلبه محطم ومكسور وإنه فاشل وإنه ما ينفعش يبقى بطل. وفي نفس الوقت بنشوف جيمبو وهو كمان ماشي في الطريق وبيسيب القرية. ولما بيقعد هانك يستريح في الطريق وتقع الشنطة بتاعته على الأرض بيشوف اللعبة الورقية بتاعة إيميكو اللي على شكل محارب ساموراي اللي كانت عاملاها له، فبيقرر عدم الاستسلام. وبعدها بنشوف جيمبو وهو فوق قصر إيكوتونا وبيراقب الجنود. في اللحظة دي بيوصل هانك لنفس المكان. ساعتها جيمبو بيتفاجئ ويمسك هانك ويقول له أنت هنا بتعمل إيه؟ وأثناء ما هم بيتكلموا بيحس بيهم حراس إيكوتونا ويحاصروهم. في الوقت ده هانك بيقول لجيمبو إنه الذكاء بيغلب القوة وإنه تعلم ده منه. وفعلا بيبدأوا يحاربوا الحراس بذكاء وبيهزموهم. وبعدها بيعملوا خطة هما الاتنين عشان يقدروا يدخلوا القصر ويحرروا سومو عشان يساعدهم في إنقاذ قرية كاكاموتشو. بعدها جيمبو بيحط هانك في قفص وكأنه مقبوض عليه ويدخل بيه للقصر. ولما بيوصل لمدخل السجن ويسأله الحارس عن هانك بيقول له جيمبو إنه كلب شديد الخطورة ولازم يدخل للسجن.
ولما بيسمح لهم الحارس بالدخول، هانك بيستغل الموقف ويخرج بسرعة من القفص ويضرب الحارس ويدخلوا للسجن. وفعلا بيقدروا يوصلوا لسومو ويحرروه. ولما بيمنعهم الحراس من الخروج من القصر، بيستغل سومو قوته ويبعدهم كلهم، وفعلا بيقدر يفتح البوابة ويخرجهم كلهم من القصر بمساعدة جيمبو. وبنروح بعدها لإيكوتونا اللي بيعرف بهروب سومو، وبنشوفه وهو بيتفق مع مجموعة من الأشرار عشان يدمروا قرية كاكاموتشو. بعدها بنشوف هانك لما وصل قرية كاكاموتشو، وبنشوفه وقتها وهو بيقول لأهل القرية إنه رجع عشان يساعدهم. لكن وقتها الكل بيكون فقد الثقة فيه، وبتقوله إيميكو إنهم خلاص هيمشوا ويسيبوا القرية. لكن هانك بيحمسهم ويقول لهم إنه رجع عشانهم وعشان ينقذ قريتهم. وفي الوقت ده بيتدخل سومو ويقنعهم إنهم لازم يقفوا مع هانك لإنقاذ القرية. وفعلا بيبدأوا ينظموا صفوفهم وبيعملوا قرية شبه قرية كاكاموتشو من الورق، ويحطوا فيها ديناميت كتير. وبنرجع تاني لإيكوتونا اللي بيكون جهز جيش كبير وفعلا بدأ يهجم على القرية، لكنه في الحقيقة بيهجم على قرية من ورق الكرتون، وكل السكان مجرد ورق. ولما بيحاول قط معين إنه يضرب الديناميت ببندقية بيفشل، فيتدخل هانك في الوقت المناسب ويضرب سهم مشتعل ويفجر كل الديناميت في الأشرار. ساعتها النار بتولع في كل مكان، ويبدأوا هانك واللي معاه يهجموا عليهم، وبتدور بينهم معركة كبيرة. لكن فجأة بيظهر الملك، وكمان بيجي إيكوتونا. ولما بيسألوا الملك عن اللي بيحصل، بيقول له إيكوتونا إنه السبب الشغب ده كله هو هانك، فيؤمر الملك بإعدامه. لكن بيظهر جيمبو في آخر لحظة وينقذ هانك وسط ترحيب كبير من الجميع، وبيبين الحقيقة للإمبراطور ويقول له إنه السبب في ده كله هو إيكوتونا، وإنه عايز يدمر كاكاموتشو عشان يبني قصر كبير مكانها. فبيهرب إيكوتونا بسرعة، لكن هانك وجيمبو وسومو بيفضلوا يطاردوه لحد ما يدخل القصر. وهناك بتحصل مبارزة بين هانك وإيكوتونا عند مرحاض مية كبير، واللي بتنتهي بسقوط إيكوتونا داخل المرحاض. ولما بيحاول أوجا ينقذه، بيقع هو كمان معاه في المية. بعدها بيحصل انفجار كبير لبير المية اللي بتغرق القصر وكل حاجة في طريقها. وفي الوقت ده بيجري هانك وجيمبو بسرعة عشان ينقذوا القرية من الغرق. وفعلا بيبدأوا كلهم يحفروا نفق عشان المية تمر فيه بعيد عن القرية، وكلهم بيساعدوا حتى سومو، وفعلا بينجحوا في كده ويقدروا ينقذوا كاكاموتشو. وفي الوقت ده بنشوف 3 قطط صغيرين مش عارفين يطلعوا من النفق، ولما بتحاول إيميكو تنقذهم المية بتجرفهم بسرعة. ساعتها الكل بيتحد عشان يقدروا ينقذوا القطط الصغيرة، وفعلا بيقدروا يعملوا كده في الوقت المناسب. وبعدها بنشوف الملك وهو بيكرم هانك على شجاعته في إنقاذ قرية كاكاموتشو وبيديله السيف الرسمي. لكن هانك بيشكره ويقول له إنه اللي يستحق إنه يكون ساموراي هي إيميكو. وقتها بيرحب بيها الجميع، وبترجع تاني كاكاموتشو بلدة آمنة وسعيدة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة موفي تونز. وبس كده، سلام.